السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال والظروف. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الكيك يومي، بيضه وحده كيجي لذيذ بزاف وهشيش ورطب بحال القطن. يعني هذا الكيك هذا يومي، يعني اقتصادي، ما فيهش مكونات بزاف، تقدروا توجدوه للقهوه د العشيه ان شاء الله يا ربي. غنبدا معكم ان شاء الله المقادير والطريقه في نفس الوقت. كما قلت لكم ما كيحتاج منا المقادير بزاف، يعني اقتصادي نقدروا نوجدوه باللي متوفر عندنا في البيت، وكذلك كيجي لذيذ بزاف ورطب وهشيش، يعني ما كيجيناش مدقص نهائيا. غنبداو من الاول. غناخدو المول ديالنا، غندهنوه بالزيت ونرشوه شويه ديال الطحين. اللي كانت عنده الزبده موجوده يقدر يدهن بالزبده، او لا تكتفيو فقط غير بالزيت. المول تقدروا ديروا المول اللي كان عندكم موجود، اللي كتستعملوه دائما. بالنسبه للمقادير، هنا درت واحد البيضه وشويه ديال الملحه، كذلك غنضيف عليها واحد الساشيه ديال الفاني. غادي ناخد كاس الا ربع ديال السكر سنيده. بالنسبه للحلاوه تقدروا نتوما تحكموا فيها، تقدروا ديروا كاس، نص كاس، ربع كاس، اللي بغيتو. انا درت هنا كاس الا ربع، يعني تقدروا ديروا القياس اللي بغيتو ديال الحلاوه. هنا بعد ما خلطت مزيان داك السكر والبيض حتى دابتني ديك السنيده وتبدل لينا اللون ديال الخليط ولا ابيض، غنزيد عليه نص كاس ديال الزيت. غادي نرجع نخلط شويه ديال الجانسون بعضياتهم. غادي نزيد هنا جوج ديال دانيت ديال الكراميل. غنحاول نوريكم يعني الشكل ديالو كيفاش. المهم انا خديت هادو، درت جوج منهم، كيعطينا داك المذاق ديال الكراميل، كيجي لذيذ بزاف في هاد الكيكه هادي. تقدروا ديروا اللي بغيتو، داني ديال الشكلاط، تقدروا تغيروا النوعيه اولا النكهه اللي بغيتو ديال دانيت. انا هنا درت ديال الكراميل كما كتشوفوا معايا، درت جوج. غادي نرجع نخلط مزيان حتى كيتجانسوا لينا المكونات مزيان. هنا غنضيف الكاس الاول ديال الدقيق، يعني غندير الكاس الاول وندخلو مزيان في هذا الخليط، ونرجع نشوف شحال غادي نحتاج ديال الدقيق. بالنسبه للكاكاو فالمقادير او المقادير الاصليه ديال هذا الكيك هذا راه فيه الكاكاو، انا ما درتوش. هنا ضفت نص كاس ديال الماء طايب كما كتشوفوا معايا، نسيتو ما درتو في الاول. كما قلت لكم الوصفه الاصليه فيها 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر. انا هنا استغنيت عنها، ما درتهاش، بغيت نكتفي فقط غير بديك النكهه ديال الكراميل. الا بغيتو او الا كانت متوفر تقدروا ديروا. كما قلت لكم زدت نص كاس ديال الماء طايب مزيان، دخلته في داك الخليط. دابا غنرجع نكمل الدقيق ونشوف شحال ديال الدقيق غتدخل لنا هذا الكيك هذا. والدقيق دائما على حسب الخليط او على حسب النوعيه ديال الدقيق، واش كيشرب ولا ما كيشربش. غادي نديرو بشويه بشويه حتى ندخلو هذاك الدقيق. هنا عندي جوج خمارات ديال الحلوى، يعني جوج خمارات من فئة 8 غرام. هنا راني درت في الدقيق 2 كيسان ونص ديال الدقيق. ما تصورتش ليا اللقطه فاش جيت زدت عفوا نص الكاس ديال الدقيق. يعني كنت كنصح واش كنصور، بصح ما تصورتش ليا ديك اللقطه. المهم في الخليط درت 2 كيسان ونص
كما لاحظتوا معايا. وزدت واحد القطرات ديال الخل، فالخل كيهشش لينا الكيك من الداخل، كيجي هشيش ورطب، ما كيجيناش مدقص. يعني تقدروا ديروه تقدروا ما ديروهش يعني، ولكن ملي كديروه راه كيعطينا الهشاشه في الكيك. كما قلت لكم الدقيق اللي درت في هذا الكيك هو 2.5 كيسان ديال الدقيق. فالنص ما تصورتش هي اللقطه باش كنت كنزيدو. صافي كما كتشوفوا معايا خلط داكشي مزيان حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. غادي نديرو في المول كما قلت لكم في الاول، راني دهناه بالزيت ورشه بالدقيق. تقدروا ديروا المول اللي بغيتو. غادي نهزو يدينا الفوق ونحاولوا نديروا نكبوا هذاك الخليط في المول. هنا غادي ندير داك الخليط كامل اللي عندي في المول، غنحاول نضرب شويه باش ما تبقاش فيه الهواء في الداخل. غادي ندخلوه الفران كيكون سخون قبل، النار كتكون مهيله لمده 30 دقيقه حتى ل 35 دقيقه على حسب كل فران وكل سيده وكل فران ديالها كيفاش داير. هنا بعد ما خرجتها من الفران كما كتشوفوا معايا طالعه تبارك الله ومحمره. انايا بالنسبه للتزيين كان عندي واحد شويه ديال الكاوكاو مهرمش، درتو رشيتو عليها ودخلتها للفران، طابت وتحمرت تبارك الله كما كتشوفوا معايا. التزيين كيبقى دائما على حسب الرغبه ديال كل واحد وشنو موجود عنده في البيت. انا كان موجود عندي واحد شويه ديال الكاوكاو مهرمش، رشيته فوق منها اولا درتو فوق منها ودخلتها للفران. الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا هو هذا، كيجي تبارك الله طالع ومطايب ومحمر ولذيذ بزاف، فيه داك المذاق ديال الكراميل وكيجي هشيش ورطب بحال القطن تبارك الله ما شاء الله. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. انا هنا غنحاول نوريكم الكيك عن قرب كيفاش تبارك الله كيجي زوين، والمذاق ديالو كيجي رائع جدا، كيجي رطاب وهشيش بحال القطن، ما كيجيش نهائيا تبارك الله مدقس كما كتلاحظوا ما يرطب بزاف، وكيجينا زوين بزاف القهوه ديال العشيه ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ويجيكم خفيف ظريف على قلوبكم. ما تنساوش خصكم من لايك وتعليق باش ان شاء الله يطلع الفيديو وتعمل الفائده مع الجميع. وبسلام عليكم ان شاء الله الى فيديو قادم ان شاء الله يا رب.